السلام عليكم. حبيت أنزل خطوات ميك اب العيون لهذا اللوك. بديت باستخدام جل الحواجب من براند حميس. نفس ما تشوفون الفرشاة جدا رفيعة والجل ثيك، فما يحتاج تريه وايد لين تتشكل الحواجب. بعدين حطيت كونسيلر من تارت النوع المطفي، وأنا بحط آي شادو فاتح فحطيت كونسيلر شوية أفتح عن لون جفونها. استخدمت باليتة الآي شادوات من أناستازيا، ودرجت الألوان بين الذهبي والنحاسي والبني، بس يمكن مو بواضح وايد في الفيديو لأنه في النهاية تصوير تلفون. غمجت شوي على الطرف واستخدمت جل الحواجب من إنجلوت، رسمت خط عريض من الطرف ووصولا لنص العين فقط. وبعدين موهت الآيلاينر باستخدام شادو بني وأسود، موهته بس من الطرف. وهني حطيت لها الكحل الأسود من نهى نبيل داخل العين، وطبعا من الوتر لاين اللي تحت واللي فوق عشان ما يبين فراغ يعني تحت خط الرموش. ورسمت حواجبها، أصلا حواجبها ما شاء الله ما تحتاج، فعبيت بس الفراغات باستخدام قلم الحواجب من ماك. وهني موهت خط الرموش السفلية فرشاة صغيرة باستخدام شادو بني. حطيت لها رموش طرفية يعني بس عشان تساعد إن تعطي سحبة للعين، بس رموش جدا خفيفة. وهني بس ياسا أنظف رسمة العين. استخدمت لها مسكرتي المفضلة آخر فترة من إسنس للرموش العلوية والسفلية طبعا، وإذا في مناسبة استخدم مسكرة ووتر بروف. وحددت شفايفها باستخدام محدد بني من فلور مار. وآخر شي حطيت لها جلوس بني من براند جوسي. هالبراند ينباع على شين، ووايد براندات تانية يبيعون على شين، مو بكل تصنيعهم. في براندات عالمية ومعروفة بعد قاموا يبيعون على شين. المهم هذا اللوك غمج تحديد الشفايف شوي. آخر شي أتمنى يكون عجبكم، وخبروني إذا عندكم أي سؤال.